بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا في سيباشا باب حديد مصفح معمول على الشقة داير، وبعدين باب الشقة نفسه كمان من النوعية اللي هي المصفحة. نخش نلاقي شقة ما شاء الله متوضبة، مش محتاجة أي حاجة. فيها مطبخ أمريكاني متظبط، واخد بوتاجاز، واخد تلاجة وفريزر، وفي غاز طبيعي، وفي سخان. المطبخ مفتوح على الريسبشن واسع، واخد صالون، واخد سفرة مرتاحة جدا، وفي نفس الوقت الريسبشن التاني مفتوح على البحر. في البلكونة مفتوحة على البحر من الكاميرا دي. طبعا لو انت محتاج ان انت يكون عندك بلكونة بترجع الكاميرا ديت لو انت محتاج. الشقة كلها من اول الريسبشن على البحر مباشرة. شايفة نادي الأطباء، نادي المهندسين والأطباء، واحنا كلنا على البحر. الصوت بيقل كتير لما بنقفل. شقة في العمارات القديمة، وهي مساحتها الصافي 110 متر، والمساحة الإجمالية بتاعتها حوالي 150 متر 155 متر، لأن زمان ما بيكونوش بيحطوا المساحة في العقود اللي هي المساحة الصافية. ده الحمام، والحمام متوسع، واخد بانيو، واخد الغسالة مرتاحة، وزي ما انتم شايفين الحمام مش محتاج أي حاجة. من مميزات برضو العمارات القديمة إن كل أوضها بتبص على البحر. يعني زي ما انت شايف كده، دي أوضة النوم الأولانية، هم أوضتين نوم، وأوضة النوم عاملين لها شباك بانوراما، وانت قاعد في السرير شايف البحر، طبعا مش مجروح من أي حد. دي الأوضة الأولانية، ودي الأوضة التانية. برضو الأوضة التانية زي ما انت شايف كده، واخدة شباك على البحر، بانوراما كاملة. الهواء مش محتاج، الشقة مش محتاجة مكيفات لأنها على البحر، ودايما بيبقى فيه هواء. شقة معروضة للبيع على حالتها، وهي مش محتاجة أي شغل ولا توضيب لأنها متوضبة، وأصحابها محافظين عليها. عينك لإدارة الأملاك، حسين أبو شهاب.